فيديو النهارده هيكون عن الصلصال الحراري وازاي نقدر نعمل المغناطيس الجميل ده بشكل البيبي الكيوت دوت باسهل طريقه للمبتدئين. بجد هتدعوني معاكم تسبيح، ويلا بينا نبدا الفيديو. ايه الحاجات اللي هنحتاجها؟ فطبعا هنحتاج صلصال والادوات اللي معانا. الصلصال اللي انا بستخدمه هو صلصال ديمو، وبفرد قدامكم صلصال زي ما انتم شايفين البيج او اللي هو لون البشره علشان ابدا اعمل البيبي. اسهل طريقه وانا قلت لكم عنها الفيديو اللي فات هي ان احنا نجيب ورقه ونرسم عليها الرسم اللي احنا عاوزينها بالمقاس اللي احنا عاوزينه، اما ان احنا نشوفها من موبايل او نشوفها من لابتوب او نرسمها احنا شخصيا، ونستخدم الورقه دي علشان نطبع الشكل ده اكتر من مره. وكمان طبعا الورقه دي مهمه قوي زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات، ان احنا نحط عليها سولوتيب او تيب علشان خاطر ما تتقطعش معانا كل ما هنمشي عليها. في الفيديو دوت هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نستخدم الوان السوفت باستل علشان ندي التأثيرات بتاعه الجسم. يعني انا نفسي ان انا لسه مبتدئه ونفسي ان انا اعمل الشكل البيبي ده يكون مجسم وبارز وكده، بس الموضوع صعب عليا. فالفكره دي حلوه جدا، هتقدروا ترسموا وتطبعوا الشكل على ان هو 2D بس بالالوان، هنقدر ندي للشكل تجسيمه حلوه قوي وهتدينا شكل حلو. انا من الاساس يا جماعه ما كنتش بعمل مغناطيس للامانه، انا كنت بعمل قطعه رفيعه جدا 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 لان انا كنت عايزه استخدمها في الريزن. خلاص، بس للاسف بعد ما عملتها غيرت رايي وقررت ان انا الغي الفكره دي واخليها مغناطيس، وعشان كده انا كنت مرفعاها جدا. بس لما تيجوا انتوا تشتغلوا، لا، الافضل نتخن الصلصال سنه شويه عن اللي انا عاملاه، ويرجع لكم طبعا حسب انتوا هتشتغلوا عليها ازاي. هتشوفوا في اخر الفيديو دوت ازاي لو احنا عايزين القطعه دي نحولها على مج او نحولها لمغناطيس هنعمل ايه وهنستخدم ايه. كل التفاصيل دي هتعرفوها معايا، يبقى ما نسيبش الفيديو خالص ولا لحظه عشان نشوف كل التفاصيل. واللي لسه مشتركش في القناه ينزل بسرعه يشترك في القناه، يعمل سبسكرايب، يفعل الجرس على اختيار كل عشان يوصلكم دايما كل جديد، علشان لما اعمل الفيديو بتاع كورس الصلصال الحراري ان شاء الله يوصل لكم اشعار بيه. وكمان اكتبوا لي كومنت انتوا بتتابعوني من اي بلد ومحتاجين ايه بالظبط في الصلصال الحراري علشان ابدا انزل لكم فيديوهات مخصوصه ليه. وطبعا لو رجعتوا لاول القناه هتلاقوا يعني مئات الفيديوهات عن الصلصال الحراري، وكل حاجه بجد عن الصلصال الحراري هتلاقوها بس في اول القناه. خلاص، زي ما انتم شايفين انا مشيت حطيت الورقه بتاعتي ومشيت على الصلصال على الورقه بقلم رصاص باداه تنقيط رفيعه اللي متاح عندكم. وبعد ما شلتها بدات انا باداه الابره او ممكن باداه التنقيط الرفيع. تبداوا تحددوا الشكل تاني وتظبطوه لو انتم ما ظبطوهوش قوي في عمليه الطباعه دي. وبعد ما خلصت هنا الشكل بتاعي اقدر بقى اجيب القطر بتاعي وامشي على الشكل دوت واقطعه. الشكل زي ما انتم شايفين ان هو 2D، بس عملية التلوين دي هتديله احساس ال 3D قوي. طيب ايه فكرة الالوان السوفت باستل؟ لو احنا ما عندناش الوان سوفت باستل نقدر نستخدم ايه؟ تقدروا تستخدموا الوان المايكا، بس طبعا الوان المايكا بيبقى فيها لمعة شوية. تقدروا تستخدموا الوان الاي شادو بتاعت ميك اب، يعني عندكم علبة قديمة او ممكن تجيبوا حتى علبة من المحلات علبة رخيصة قوي وتخصصوها للاستخدام دوت. هي بتبقى عبارة عن الوان انتوا هتلونوها بالفرشة، وبعد التسوية الالوان دي بتبقى ثابتة وما بتطلعش من الشغل دوت. عاملة بالظبط زي لو انتي بتشتغلي وفي حبة تراب او يعني اتربة او حاجات صغيرة مسكت في الصلصال وسويتيها، لما تطلع بعد التسوية هل لو حاولتي تنظفيها هتنضف؟ لا، مش هتنضف. هي نفس الفكرة دي، ان الالوان دي مش هتطلع مع الغسيل ولا هيحصل لها اي حاجة. وبرضو ملحوظة تانية او تكية حابة اقولها لكم، لما تيجوا تستخدموا الوان السوفت باستل حاولوا ان انتوا اللون يبقى تقيل سنة. خلاص، ليه؟ لان هي بعد التسوية بلاحظ انها بتخف حاجة بسيطة. وبرضو الموضوع ده بيرجع لماركة الالوان، في بعض الالوان ما بتخفش وفي الوان تانية بتخف. خلاص، انا هبدا هنا رحت فارده صلصال ابيض وهبدا اعمل شكل ايه الكلاود او السحاب بتاعي. وخدوا بالكم من هنا ان انا هعمل كمان الكلاود من ورا البيبي هكمله، والجزئيه دي هحطها علشان خاطر اخليها بارزه فوق الجسم وادي الاحساس اكتر. بمعنى ان احنا لو عندنا
جزء فوق جزء. يعني مثلا البامبرز ده موجود فوق جسم البيبي، فانا هعمل قطعة صلصال ابيض واحطها فوق البيبي على شكل البامبرز. هحط ورقة علشان الجزئية دي يا جماعة ما جاتش في الفيديو، بس انا هحط الورقة بتاعتي على الصلصال الابيض وارسم شكل البامبرز خلاص اللي هو لابسه، وبعد كده هاخد قطعة الابيض دي احطها فوق الجسم، فكده انا عملت طبقتين فوق بعض. هي الحاجات دي اللي هتدينا التجسيمة، ومن غير ما نكون محترفين ولا بنعرف نشكل ولا بنعرف نعمل حاجة. يعني منتهى البساطة، هاتوا اي ديزاين موجود على النت وشوفوه واشتغلوا كل طبقة لوحدها، وارجعوا بعد كده ستفوها على بعض، هيديكم شكل مجسم وحلو جدا ومحترف وستايل جميل جدا ان شاء الله هتلاقوه سهل وهيعجبكم. انا هنا شلت البيبي بتاعي وحطيته على السحابة. طبعا وارد ان تلاقوا الشكل بتاعكم مش نظيف، جه عليه حاجة عليه بصمات من الجوانتي، بمنتهى السهولة تقدروا تنظفوها، وهتشوفوا احنا هننظفها ازاي واحنا بنعمل الفيديو دلوقتي. بصوا اللي انا عملته، انا شلت الشكل بتاعي وجيت عند الجزئيتين دول فتحتهم وهرفعهم كده شوية بحيث ان انا ادخل الشكل بتاعي الجزئية بتاعت الرجلين تحت الحتة دي من السحاب، فيبان ان هو غارز جوه. خلاص حاولوا كده تركزوا فيها هتفهموا اللي انا بقوله لكم. طبعا ممكن تستخدموا ادوات كتير، ما تقفوش خالص على الادوات دي. انا بحاول دايما ان انا استخدم اي حاجة متاحة قدامي علشان ما تبقوش واقفين ولازم تشتروا الخامات، لا، اي حد مبتدئ في الاول، لان الفيديو ده بالاخص للمبتدئين، اي حد مبتدئ في الاول يجيب ابسط ادوات او يستخدم حتى حاجات من عنده في البيت. يعني اللي قدامكم دي فرشة عادية جدا موجودة عند اي حد، بدل النشابة اللي قدامكم دي مش نشابة طبعا، هي دي اداة تنقيط، تقدروا تستخدموا ازازة برفيوم بدل اداة التنقيط اللي قدامكم المدورة دي، تقدروا ان انتوا تستخدموا راس دبوس. ففي افكار كتير وادوات كتير تقدروا تستخدموها من البيت لغايه ما تتمكنوا، وطبعا تجيبوا الخامات دي كلها. دي اللي انا هعمل عليها البامبرز، بس للاسف الفيديو ما صورش في الجزئيه دي. هرسم عليها البامبرز بتاعي وارجع احطه فوق المكان اللي انا رسماه بالظبط في الشكل بتاعي. خلاص هنا بصوا انا جبت ده سبراي بيتباع لتنظيف تنظيف ادوات، تنظيف الصلصال. لو ما عندكمش دوت تقدروا تستخدموا ايسيتون، تقدروا تستخدموا كحول، فالموضوع سهل جدا. بالذات الابيض بيحتاج تنظيف كتير قوي، فحاولوا قبل ما تدخلوا في التفاصيل تروحوا جايبين قطنه وتروحوا حاطين عليها الايسيتون او الحاجه المتاحه عندكم وتنظفوا بيها الشكل. بدات هنا اعمل درجه لبني وهنقط البامبرز كده لبني لان هو بيبي ولد، فيعني نديله احساس شويه ان هو بيبي ولد. خلاص هبدأ بعد كده عاوزة اشتغل في التفاصيل بتاعته. الشكل يا جماعة المفروض ان الصورة الكرتونية دي انا جايباها الشكل كله متحدد اسود، بس انا الصراحة لما فكرت ان انا هحدد البيبي دوت اسود، طبعا احنا هنبدأ اهو، عملت حبل رفيع جدا جدا، ارفع حاجة تتخيلوها علشان اعمل الحاجات دي رقيقة وحلوة. الحواجب والعينين لان هي لو تخنت هيبقى شكلها وحش، فعشان كده اعملوا حبل رفيع جدا وقطعوه حته حته واشتغلوا بيها. بس انا هنا فكرت لو انا مسكت الشكل كله بالايدين والرجلين وعملت كله حبل اسود والسحاب وكده، فالصراحه حسيت ان الشكل رخم قوي. انا جربتها بس حسيتها بجد رخمه قوي وقررت ان انا اشيلها. طب انا هجسم الشكل ازاي وهبينه ازاي؟ وعشان كده انا قررت ان انا استخدم الوان السوفت باستل واعمل بيها التفاصيل دي كلها. الوان السوفت باستل مش محتاجه اي حاجه غير ان يبقى معاكم فرشه صغيره، وحتى في ناس بتعمل بالفرشه بتاعت الميك اب الزغنطوطه خالص دي، او حتى بالودانه. هنمسك الالوان اللي احنا عاوزينها وبالقطر كده نبدا نبشر فيها حبه ونبدا نستخدمها حته حته. انا قررت ان انا اظلل الاشكال بتاعتي بالالوان السوفت باستل فديها شكل حلو، وفكرت ان بالنسبه للسحاب لو اديته الضي بتاع اللبني هيديني شكل حلو قوي على اساس ان السحاب بقى في وسط السما وكده. وفكرت طبعا ان انا اضلل كمان في البيبي علشان ابين تفاصيله واديله تجسيمه شويه بما اني عامله الشكل بتاعي مسطح.
وطبعا يا جماعه عايزه برضو اقول لكم ملحوظه حلوه، ان زي ما قلت لكم ان انتوا المفروض تقلوا الالوان بتاعه السوفت باستل شويه، لان بعد التسويه انا بحسها بتقل شويه. كمان لو انتوا عايزين تعملوا لون اتقل قوي او خط باين قوي ان هو ازرق ازرق، بلوا الفرشه دي بنقطه ميه وتعالوا على الباودر اللي انتوا عملتوه بالقطر، هيدي معاكم نتيجه هايله. وانا عاده بعمل الموضوع دوت لما اجي اعمل عرايس وابقى حابه احط لهم روج، فبعمل الحركه دي، ببشر اللون الاحمر مثلا شويه وابل الفرشه واجي اعمل كده، بتحس ان هو في لون احمر بجد محطوط على شفايف العروسه. فدي ملحوظه هتفيدكم جدا ان شاء الله في الشغل دوت. لما تيجوا تجربوا تشتغلوا بالسوفت باستل هتلاقوها بتدي تأثير حلو قوي قوي لشغلكم وبتفرق. فأي حاجة بتشتغلوها حاولوا تدوا تاتش كده، ظل من الظل وتجسيم عن طريق الألوان دي، هتدي معاكم نتيجة هايلة قوي. خلاص، وأنا هنا كنت بس بنظف الفرشة عشان أبدأ ألون الجسم. هبدأ دلوقتي علشان اعمل الوان البشرة بتاعة الطفل، فانا هعمل البيج دوت وهعمل البني الفاتح، وممكن تاتش من المصفر ده شوية، وكمان هاخد تاتش من البني علشان ابدأ يعني مثلا ظل للدقن، ظل للرجل وهي جاية عليها السحب. الحاجات دي كلها هتفرق معاكم وتدي معاكم نتيجة حلوة. كمان حبة لون كده عند الجفون بتاعة البيبي، وحبة احمر بقى هنحطها عند الخدود بتاعة البيبي، هيدي معانا شكل حلو قوي. ونفترض ان الشكل بتاعنا باظ واحنا لوناه وحش قوي ومش عاجبنا، عادي جدا بوايبس عليها اسيتون عليها كحول، هتمشيها كده على شكل، هتلاقي كل دوت رجع زي ما كان، وبداي من الاول وبداي بقى وظبطي الدنيا كلها. خلاص. طبعا يا جماعه لو انتم متابعين لسه جداد، فحابه اعرفكم ان القناه مليانه فيديوهات كتير جدا جدا جدا، فوق ال 200 فيديو صلصال حراري من اول القناه. ارجعوا بس لاولها هتلاقوا كل التفاصيل، كل تفاصيل التسويه، وانا هسيبها لكم كمان في الفيديوهات المقترحه، علشان لو ما بتسووش الشغل حلو يبقى راح شغلكم ده خالص. التسويه عملي بالتفصيل هتظهر لكم في الفيديوهات المقترحه في اخر الفيديو خالص، وكمان طريقه اللزق وانسب طريقه واقوى طريقه للزق، وهتلاقوا تفاصيل كتير جدا موجوده على القناه. فما تقفوش عند الفيديو ده وتقلبوا في القناه، حلو جدا. بس في اول القناه زي ما بقول لكم، شايفين شكله هنا بقى جاهز ان هو يدخل يستوي. انا بحطه دايما على فويل، وبعد كده بغطيه بفويل كمان علشان يدخل يستوي وما يتحرقش. وهنا كانت الصاعقه الكبيره جدا ان حد لعب في الحراره بتاعت الفرن بتاع الصلصال. وشايفين يا جماعه القطعه اللي على اليمين دي اتحرقت، حلو. القطعة على الشمال دي انا عملتها مرة تانية علشان طبعا الاولانية اتحرقت، بس هي ما سودتش ليه؟ لان انا كنت حاطة عليها الفويل. للاسف درجة الحرارة كان حد لعب فيها وانا ما بصيتش عليها، فعشان كده القطعة اتحرقت. بس شايفين كل ما استوى الصلصال كل ما بقى مرن بجد. انما لو انت بتتني الصلصال بتاعك وبيكسر يبقى التسويه بتاعتك غلط، ولازم تروحي تشوفي فيديو التسويه بالتفصيل العملي اللي هيظهر لك في الفيديوهات المقترحه في الاخر. طيب لو احنا عملنا الشكل ده وعايزين نثبته على مج، اول ما تطلعيه من الفرن وهو سخن لسه، تروحي حطاه على المج وتروحي حاطه عليه سولوتيب علشان يمسكه. اول ما يبرد ويسقع كده هتلاقوه ان هو اخد التشكيله او اللفه بتاعت شكل المج، بس لازم يكون رفيع. خلاص. طيب انا هنا عايزه اعمل مغناطيس. الجزئيه دي يا جماعه مغناطيس، هي بتبقى شيت كده زي ورقه A4 وكلها مغناطيس، بيعملوا بيها عارفين الستيكي نوتس اللي هي بتتحط على التلاجة، بتبقى كاتبه مثلا طلبات السوبر ماركت والحاجات دي، بيستخدموها في الحاجات دي. المهم انت بتحطي الشكل بتاعك وبترسميه وتقصي حواليه، او حتى بصي بتشيلي اللزق دوت وتحطيه وتبداي تقصي حواليه وتعملي الشكل زي ما انت عاوزه. في طبعا مغناطيسات اشكال كتير اللي هي دواير ومربعات والحاجات دي كلها، بس الصراحه الشيت بتاع المغناطيس ده حلو جدا وكويس قوي ان انت تعملي مغناطيس للشكل كله، فبيبقى الفينش بتاعه كمان احلى، وبيبقى الشكل كله كده ماسك في التلاجة، ما مش طالع وبارز وكده. خلاص. وبمنتهى السهوله طبعا تقدري انك تلزقيه باللزق بتاع الشيت نفسه، او ان انت تحطي له بقى ماده لزق عادي، اي لزق متاح عندكم، هتلاقي النتيجه بتاعته حلوه جدا. وطبعا تقدري تعملي مغناطيسات بقى اشكال، وفي المواسم يعني في رمضان تعملي حاجات بقى بوجي وطمطم، وفي عيد الام تعملي اشكال تانية، وممكن تعملي صور ليكي ولولادك. كل الحاجات دي نقدر نعملها بالصلصال الحراري، ممكن نشوفها مع بعض في فيديوهات. اكتبوا لي كل الحاجات
الحاجات اللي انتوا نفسكم تشوفوها معايا وانا اعملها لكم. متنسوش تشجعوني باللايك وكومنت علشان اعرف ان انتم متابعين وشايفين شكل المغناطيس بقى حلو ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، هو زغنطوط في السريع بس مليان تكات، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. استنوني في فيديو جديد، سلام عليكم.